السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض الليمون المعصفر بطريقة سهلة وبسيطة جدا. والليمون رخيص الايام ديت، الكيلو ب10 جنيه. نقدر نعمل منه ليمون كتير، انواع مخللات كتيرة قوي. النهارده هنعمل اول وصفتنا، هنعمل مع بعض الليمون المعصفر للسريع. مسافة اسبوع معاكي، سهل وبطريقة بسيطة ومكونات بسيطة في البيت، مش حاجات كتيرة خالص. ان شاء الله مشاهدة طيبة والفيديو يعجبكم باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك. النهارده هنعمل مع بعض الليمون المعصفر. انا معايا كيلو ليمون. احنا نجيب الليمونه اللي هي الصفرا الحلوه ديت، ولا الكبيره قوي ولا صغيره، او اللي هي ايه الوسط. وهنجيبها ونشقها 4/4. قبل ما نعملها نغسلها وننضفها الاول ونشقها 4/4، وهنحط عليها ميه سليق. بسم الله. هنغطيها ونحطها على النار تغلي، تفور بس معانا 3 دقايق. دي الخطوة التانية يا حبايب قلبي. بعد ما سلقناه سيبناه بس دقيقتين يغلي، بس فرتين 2 بس في المية، ونصفيه ونحط عليه مية ساقعة عشان يبرد. هنغسله بس بمية ساقعة، غسلناه بمية ساقعة وطلعناه ونسيبه يبرد. وهنروح للخطوة اللي بعد كده. يعني يا حبايب قلبي معايا ملح وعصفر، ومعايا حبة البركة والكركم، وهنقلب كل المكونات ديت على بعض ونخلطها ونحشي بها ايه الليمون. كده يا حبايب قلبي نملاها عشان تتخلل معانا كويس، ونحطها ايه مفتوحة لفوق كده عشان الحشو مش يقع من تحت. وهنا يا حبايب قلبي بنحشي الليمون وبعدين نرصه في البرطمان ونخلي ايه وش التقطيعة لفوق عشان الحشو مش ينزل تاني لتحت. معانا الخطوة دي يا حبايب قلبي. هنعمل المية بتاعة الليمون. معاها حطيت 3 معالق من الخلط، 3 معالق ملح من الخلط احنا عاملينها، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعايا كمان معلقة دقة كده فلفل وثوم وشطة. دي انا بعملها وبعينها في هريسة الشطة كده، بعينها في الفريزر. وهننزل ب3 كوبايات مية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب الخلطة كلها احنا عاملينها، وهننزل عليها ايه بالليمون. هنقلبها الاول عشان ندوب الملح، لازم ندوب الملح ده كله. نحط 3 كوبايات ميه على الكيلو الليمون بعد ما حشيناه ورصيناه في البرطمان. عايز تعملي اكتر زود. بسم الله. اهم حاجه ان الميه تغطي الليمون كله. وهننزل بشويه زيت لحفظ الليمون. اهم حاجه زيت يكون حلو ريحته كويسه، زيت تموين مش مشكله، بس اهم حاجه يكون ريحته كويسه. الزيت دي هو عمليه الحفظ بتاع الليمون. كده تمام، المية غطت الليمون والزيت غطينا كله، وهنغطي عليه بالبرطمان. غطيناه كويس كده تمام، وهنحفظه ونعينه بعيد ما مش يكون في مكان في حر ولا اشعة شمس ولا بعيد البوتاجاز كمان. ونحفظه كده المخلل السريع بتاع الليمون المعصفر، هي مسافة اسبوع بس. كده سلقناه مدة اسبوع هتلاقيه اتخلل وتاكلي منه زي العسل ان شاء الله. مشاهدة طيبة ان شاء الله، يا رب يكون فيديو يعجبكم.